تخيل معايا كده انك كل يوم بتصحى الصبح بدري وتمسك كوباية الشاي وتمسك الموبايل وتفضل شغال على السكرول وعاوز حياتك تتغير. ولكن حياتك هتتغير في حاجة واحدة بس، وهو انك يبقى عندك قرار. عندك قرار تسعى له حتى لو نص ساعة في اليوم، والقرار ده انت لو نفذته كل يوم نص ساعة حياتك هتتغير بالكامل. يلا بينا نشوف ايه النص ساعة دي ممكن تعمل فيه ايه. أغلبنا بيستني لحظة كبيرة تغيرنا، فرصة شغل كويسة، حاجة هو حابب يعملها بتاع. ولكن الحوار ده ما بيجيش بالساهل، بس الحقيقة إن التحول ما بيجيش كده، ولكن التحول بيجي بتفاصيل يومية صغيرة تكون هادئة ومتكررة. يعني أنت تشوف عاوز تعمل إيه وكل يوم بتكرره، وفي نفس الوقت بيبقى جزء بسيط. بعد فترة معينة الحاجة دي أنت بتحققها وتوصل فيها لمستوى كويس. كمثال تخيل معايا إن شخص كل يوم بيصحى قبل الناس بنص ساعة وقبل مواعيده بنص ساعة. في النص ساعة دي بيحاول يقرأ كتاب أو يحاول يتعلم حاجة معينة أو ياخد كورس في حاجة معينة في النص ساعة دي. بعد فترة معينة بعد شهر ولا حاجة بيحس إن في تطور بسيط، ولكن بعد 6 شهور بيحس إن في تطور رهيب، ولكن بعد سنة بيكون خلاص بقى ماهر في الحاجة اللي هو بيتعلمها دي. حتى لو كل يوم نص ساعة ويمسك يطبق عليها، مش لازما كل يوم ب6 7 ساعات، لا، هو يمسك الحاجة اللي هو حابب يتعلمها دي، ياخد فيها كل يوم نص ساعة، ياخد ربع ساعة يتعلم وربع ساعة يطبق. بعد فترة معينة هتلاقيه بقى ماهر في الحاجة دي زيادة عن اللزوم. ولكن اليوم ده مش هيبقى حاجة سحرية، مش هيغير حياتك في يوم وليلة، ولكن الحوار كله في التكرار والاستمرارية. لو فضلت مستمر وبتكرر الحاجة دي انت هتلاقي نفسك بعد فترة بقيت كويس في الحاجة دي قوي. ليه؟ هتلاقي نفسك بعد سنة اتغيرت بسبب يوم واحد بس اتعاش صح. يعني انت مشيت في اليوم ده بفكرة صح، مشيت فيه كل يوم بخطوة. انا النهاردة اعمل كذا، بكرة اعمل كذا. بعد سنة هتلاقي نفسك لميت منهج معين في الحاجة اللي انت كنت حابب تتعلمها. مثال صغير من كتاب العادات الذرية للكاتب جيمس كلير بيقول إن العادات ما بتجيش من قرارات كبيرة، ولكن بتيجي من قرارات صغيرة. حاول تقسم حياتك أو الحاجة اللي أنت حابب تتعلمها لقرارات صغيرة. حابب تخلي كل يوم في قرار معين أو جزء معين هتتعلمه، هتبدأ فيه، هتطبق عليه، ولازم تطبق عليه عشان تيجي بعد فترة تلاقي نفسك بقيت محترف في الحاجة دي. ما تبدأش في الحاجة وتفضل تسمع فيديوهات وتشوف شرح وتشوف كتب وبتاع وما تطبقش في الاخر. ولكن الافضل في الحاجة دي انك تطبق، لازم تطبق وتطور نفسك. وبعد فترة لازم تعمل لنفسك اختبارات في الحاجة اللي انت بتتعلمها دي، ما تفضلش تتعلمها وخلاص. لازم تقيس مستواك بعد فترة، لازم تشوف نفسك اتقدمت فيها ولا لا. فتخيل معايا واحد بيقرأ صفحة كل يوم من كتاب معين او بيحفظ كل يوم صفحة من القرآن. شوف نفسه بعد سنة يكون حفظ قد ايه، بدل ما هو مكان ما بيحفظش ولا بيقرأ أي صفحة من كتاب معين أو بيحفظ من القرآن، كان واقف خالص. ولكن بعد فترة، بعد من الجرام الفترة دي معينة، بعد سنة عامة، هتلاقي نفسه حفظ 365 صفحة من الحاجة دي. وإيه بحاجة معينة بنص ساعة في اليوم مش تفرق أصلا معاك، أو ربع ساعة في الحاجة دي. تخيل معايا نص ساعة يوميا قراءة أو حفظ لوح من المصحف أو أي حاجة أنت حابب تتعلمها. بعد فترة معينة بتلاقي نفسك أنت اتطورت فيها وبخطوات بسيطة. وأهم حاجة ما تعجلش على نفسك الموضوع. حاول لو الحاجة دي بتاخد وقت كبير حاول تقسمها لفترات قصيرة جدا على قد ما تقدر. يعني انت معاك فيديو ولا حاجة مدته 3-4 ساعات، حاول كل يوم تسمع كل يوم 10 دقايق، والأهم انك تطبق عليه. وده اللي بيخلق فرق ضخم بعد فترة طويلة. ولو بصيت حواليك على الناس اللي اتغيروا في حياتهم او انت شايفهم ناجحين، هتلاقيهم ان كل يوم بيطبقوا حاجة بسيطة ولكن اتغيروا على فترة طويلة. هتلاقي لو سألتهم عن حياتهم هتلاقي ان كل يوم بيطبقوا جزء معين في الحاجة اللي هم بيعملوها، اللي انت شايفهم نجحوا فيها. لازم تشوف الناس الناجحة دي وتحاول تتعايش معاهم أو تتعامل معاهم عشان تكتسب الصفات اللي فيهم. ولكن الناس دي هو يوم واحد اتعايشوا معاه بطريقة عادلة غير حياتهم بالكامل. تخيل اليوم اللي انت زهقان فيه أو تعبان فيه لو قررت بقرار واحد ممكن يغير مسير حياتك بالكامل. ومفيش حد مستني يسمع عن معاناتك نهائيا، لازم ان انت اللي تصنع القرار بنفسك. لازم تصحى كل يوم بدري عن نفسك او على اليوم اللي انت كنت بتصحاه بنص ساعة وتحاول تطبق على حاجة انت كنت حابب تعملها. لازم تشوف انت حياتك ماشية ازاي وعشان تغير من حياتك المثالية. واللي بتعمله في اللحظة دي هو اللي بيحدد سنين حياتك. هقول لك على مثال صغير. انت بتبقى زهقان بتمسك الموبايل تفضل تعمل سكرول لغاية اما تلاقي الفيديوهات الشورت ده خدتك من اللي انت فيه،
ولكن انت لو قفلت فيديوهات الشورت ده او لجحت التليفون بعيد عنك خالص تلجحه في 60 داهية، لان ده هو اللي بيعيشك حياة كئيبة، بيعيشك حياة كلها جرف. وانا لغاية دلوقتي لسه بعاني من الحاجة دي، بحاول اطلع نفسي من المود اللي انا فيه بتاع التليفون او الشورت، فيديوهات الشورت. حاول تطلع نفسك من الحوار ده، عشان ده اللي هيخلي حياتك ايه تستقر. انا عن نفسي بمسك التليفون لو مسكته وانا بذاكر دقيقة واحدة بياخد منه نص ساعة، ولكن بحاول بعد كده اما اجي امسك التليفون افتكر او اتذكر نفسي انا كنت بعمل ايه على التليفون. يعني بمسك التليفون افضل اسكرول اروح قافله على طول. ده حاجه مفيده او حاجه حلوه انا بعملها. اما الاقي نفسي ماسك التليفون افتكر ان انا ورايا مذاكره اروح قافل التليفون. ولكن ده مش في اغلب الوقت، ده في بعض اجزاء الوقت يعني. ولكن انت لازم تعمل حاجه حلوه جدا لازم تعملها في حياتك. لازم تدي لنفسك كل يوم حتى لو دقيقتين 3 انك تاخد نفس عميق، تفكر في حياتك اللي انت عاوز تعيشها، تفكر في حياتك الدينية والدنيوية. لازم تشوف انت كده حياتك مستقرة، هل علاقتك مع ربنا حلوة، هل حياتك كده مستقرة في المال والحياة دي. حاول تشوف حياتك من كل النواحي، ما تفضلش عايش حياتك كده، حاول تغير من حياتك بالكامل. والفرق ما بين الشخص الناجح والشخص العادي ان الشخص الناجح بيحاول النص ساعة اللي هو الشخص التاني بياخدها سكرول ده، هو بياخد النص ساعة دي في بريك، ياخد نفس عميق، يفكر في حاجة عاوز يعملها بكرة، حاول يبني علاقة كويسة مع ربنا ما بينه وما بين ربنا. في النص ساعة دي ممكن يقوم يصلي له ركعتين، يقرأ ورد يومي، ممكن يقرأ حديث، يتثقف في الدين، يتثقف في حياته اليومية، يتثقف في إدارته المالية وكده. ولكن الشخص التاني ممكن يضيع بالساعات على السكرول وهو مش واخد باله. تخيل بقى نفسك كده بعد فترة معينة من معالجة إدمان الموبايل ده والسكرول عليه، بعد فترة معينة انت مشيت او قابلت واحد صاحبك لقيته عمال يسكرول، هتفتكر نفسك زمان وتفضل تضحك، ولكن ده هيسبب لك حاجة مفيدة ليك، انك كده انت غيرت من نفسك وهتنبسط من نفسك وتديك ثقة لنفسك اكتر. في الوقت ده انت حاول تنصح الناس وتنصح غيرك عشان كله يستفاد وتكسب ثواب. وبعد ما تفوت من الرحلة دي هتحس ان الرحلة كانت كويسة وممتعة، وحاول كل يوم تستمر وتفضل ثابت على القرار، ولكن خلي النص ساعة ثابت ما تزودش عنه. ولكن الأهم في ده كلته إنك تفضل ثابت ومصر وعندك استمرارية في الحاجة اللي أنت بتعملها. ولكن النهاردة أنت مش محتاج يوم استثنائي، واليوم العادي اللي أنت فيه النهاردة ممكن يكون سبب في تغيير حياتك بالكامل أو سنة كاملة بالكامل. حاول تخلي اليوم ده تغيير لحياتك كلها، وابدأ دايما بحاجات صغيرة، يعني كل يوم صفحة هتجراها. يا اخي خد لك 10 عدات ضغط كل يوم، هتلاقي بعد كده فترة معينة هتلاقي جسمك اتغير، هتلاقي عجلتك اتغيرت. مش لازم تحط حاجات ضخمة على نفسك عشان تتغير، ولكن التغير بيجي من الحاجات الصغيرة دي.